السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس مننا كتير بتحب تيجي جمصة وتشتري فيها، وناس تانية بتحب مايو. هتقول لي ليه؟ اقول لك معرفش، ولكن كل واحد بيحب المكان اللي بيرتاح له، ومايو هادية شوية فوارد ناس كتير تحبها. والنهارده جاي اقدم لك شقة من مايو من المجاورة الأولى، بيت قريب من البحر، تقريبا 5 عمارات توصل للشقة بتاعتك، وقريبة جدا من ميدان الغريب، وده اللي هنوضحه لحضراتكم في الفيديو. والبداية مع العمارة دي. طبعا الشقة هي اللي بتنور دي، اللي فيها النور اللي قدام حضراتكم، ودي العمارة عمارة حجر جديدة قدام حضراتكم موجودة. طبعا هي على ميدان الغريب او قريبة من ميدان الغريب، ودي الشقة بتاعتنا. وده مدخل العمارة اللي بتطلعك للشقة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. ودي الشقة بقى ندخل فيها، وهي طبعا جاهزة التشطيبات، فيها كل اللي ممكن تكون محتاجه جاهز على طول، يا دوب تجيب العزال وتقعد. وهي عبارة عن غرفتين، يعني الشقة 95 متر، عبارة عن غرفتين والمطبخ والحمام في نص الشقة بالظبط. لما تدخل من المغرب طبعا ادي الأوضة الأولى وادي الأوضة الثانية، وده الحمام اللي قدام حضرتك. طبعا كامل التشطيبات، سقف، ارضيات، حيطان، كله سيراميك زي ما انت شايف، مش هتصرف جنيه على الشقه. وادي المطبخ، وطبعا المطبخ قياسا بمطابخ تانية في شقق تانية مساحته حلوه، لان زي ما قلت لحضراتكم مساحتها 95 متر، وبالتالي بتديك مساحه اكبر في الاوض، وده اللي هنشوفه، وكمان في المطبخ اللي قدام حضرتك عشان تكون المساحه افضل شويه من بعض الشقق التانية. ودي الاوضه الاولى ودي الأوضة التانية، وكل أوضة منهم ليها بلكونة خاصة بيها. بلكونة كبيرة اللي احنا في الأوضة دي بقى خلاص. طبعا بصوا مساحة الشقة، مساحة الأوضة كبيرة لأن 95 متر أعطيك مساحة كويسة. وقلنا إن الشقة دي ارتفاعها هي التانية علو، يعني الدور التاني علوي، يعني تحت منك شقتين وفوق منك شقتين. وآدي البلكونة الرئيسية للشقة، طبعا بتطل على شارعين رئيسيين قدام حضراتكم قريبين جدا من الغريب، خامس صف من البحر. طبعا هذا شارع وده الثاني، وبندخل على طول تاني بقى ناخد الشقه زي ما انتم شايفين البلكونه، وطلع على الشوارع الرئيسيه، وندخل للشقه بشكل طولي نشوفها مع بعضنا عشان نروح للاوضه الثانيه. زي ما قلت لكم كامله، تعالى بس اسكن. دي الاوضه الثانيه، نفس مساحه الاوضه الاولى، برضو كبيره مختلفه عنها في التشطيبات ولكنها نفس المساحه. وبعدين ليها بلكونه برضو خاصه بيها، وهنروح للبلكونه بتاعتها، برضو بلكونه ولكنها بقى مطله على يعني الشوارع الضيقه، والشوارع اللي بقى بتطل على الشوارع الثانيه، على عكس البلكونه بتاعتها الثانيه الكبيره اللي بتطل على الشوارع الرئيسيه. تمام. ودي الشقه بتاعتنا مساحتها 95 متر كامله التشطيبات في ميدان الغريب. دي الشقه اللي كانت موجوده معانا في المجاوره الاولى. لو عايز توصل ليها او تعرف السعر فمن خلال الاستاذ ماجد ابو البراء اللي رقمه موجود قدامك على الشاشه، تواصل معاه هيقول لك الاسعار، وهيقول لك كل اللي انت عايزه بخصوص الشقه، ويقدر كمان يعمل لك معاينه ليه. طيب فرضا ان السعر مش على هواك، هيقدر برضه الاستاذ ماجد يجيب لك في اماكن تانية وفي مواقع تانية، بس تواصل وقول له انا جاي لك من طرف الكابتن طارق. سلام.